الفرق العربية قدمت ماتش كويس جدا، ملخص لأحداث المنتديات العربية داخل كأس العالم وأسباب انقطاع مصر عنه، اللي هي فترة جمال عبد الناصر وفترة حرب 73. ورجعنا تاني بعد اتفاقية السلام، بس ما كانش فيه انتظام برضو. أول مجموعة شاركت بأكتر من فريق واحد في 2018 أما تم إقامتها في روسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن المنتخبات العربية اللي شاركت في كأس العالم. كانوا 4 منتخبات: قطر، السعودية، المغرب، تونس. أول دولة طلعت من كأس العالم كانت قطر، وفريق قطر فريق يعني كويس برضه، مش وحش، وممكن قدام شوية يقدم مباراة أعلى من كده ويشتغل على اللياقة البدنية بتاعته، وإن هو يدعم الفريق بلاعيبة أقوياء برضه إلى حد ما، زي ما بنشوف إن أوروبا ممكن تلاقي لاعب كويس بتشتريه، وقطر عندها القدرة إن هي تعمل فريق كويس تواجه بيه كأس العالم وتكسب. لكن هم كل الفرق العربية قدمت ماتش كويس جدا. يعني الفريق وقع في المجموعة الأولى وكان بيلعب مع هولندا والأكوادور والسنغال. كان بعد المباراة دي المفروض هيواجه الطواحين البرتغالية، ده الفريق يعني بتاع البرتغال، لكن هو خسر مع السنغال وده كان السبب في خروجه. السنغال حطت 3 اجوان وقطر حطوا جون واحد. عادل مع هولندا والاكوادور، كان كسب فريق واحد، كان ممكن يكمل للمرحلة التانية حتى، فده كان استحالة ان هو يخسر مع السنغال ويتعادل مع الفريقين التانيين، فكان استحالة ان هو هيقدر يدخل للمرحلة التانية. تونس برضو لعبت كويس. منتخب تونس فاز على فرنسا، واحنا عارفين ان فرنسا فريق برضو يعتبر قوي. وصل المنتخب للجولة الثالثة، خسر في الجولة الثانية أمام استراليا بعد التعادل مع الدنمارك. فوز استراليا على الدنمارك هو اللي حسم الموقف وخرج المنتخب بتاع تونس. يعني لو كانت استراليا اتهزمت من الدنمارك كان زمان المنتخب كمل المباراة. كونه انه يحط جون في المنتخب الفرنسي فيعتبر فريق قوي، وان شاء الله نشوفه تاني في المونديال القادم ويحقق انتصار اكبر من كده. السعودية الفريق بقى اللي كان صعب شوية حقيقي، والمفروض يشتغلوا على اللياقة البدنية بتاعته شوية، لان الفريق برضو انجز لكن ارهق بسرعة، يعني بذل مجهود وارهق بسرعة، فده كان سبب سقوط الفريق. الفريق اللي خرج في الجولة الثانية، عندنا قطر خرج في الجولة الأولى، تونس في الجولة الثانية، السعودية في الجولة الثالثة، المغرب وصلت للجولة الرابعة. المنتخب السعودي خسر أمام المكسيك في المجموعة الثالثة. الخسارة دي كانت بهدف واحد بس، كانت بداية قوية جدا لأنه سجل هدفين على الأرجنتين اللي هي وصلت لنهائي كأس العالم، والأرجنتين حطت هدف واحد. بعد المباراة اللي هي لعبها مع الأرجنتين وكسبها 2-1، بولندا غلبته بهدفين، فخسارته مع المكسيك هي اللي طلعته من المباراة. الرابع كان المغرب كان عارفين القصة بتاعته، كان فريق متفوق جدا وكان ممكن هو اللي يوصل للنهائي بتاع كأس العالم مع الأرجنتين، وكان ساعتها هيلعب باحترام مع الأرجنتين لأن الأرجنتين برضو فريق محترم جدا وفريق اعترف بالأخطاء بتاعة الفيفا. تعالوا نشوف المغرب، الخطوات بتاعة المغرب كانت ايه. بعد المباراة بتاعة فرنسا لعب مع كرواتيا، وكرواتيا حصلت على المركز الثالث، يعني كانت المباراة بينه وبين كرواتيا بعد مباراة فرنسا كان بيتنافس على المركز الثالث، فاللي فازت عليه كانت كرواتيا، سجلت هدفين وهم سجلوا هدف واحد. ده أصبحت المغرب في المركز الرابع، وده مركز كويس جدا، لكن هي كانت تستحق برضه مركز أعلى من كده، وعارفين اللي حصل. عشان كده احنا بنقول ان لازم ان العرب ياخدوا الموضوع بتاع
الفيفا اللي حصل والقوانين ما يقبلوش ان هم يتصالحوا وتتعمل مونديال الانديه داخل المغرب. يعني انا اتمنى ان الفريق ما يقبلش ويخلي دي قضيه خاضعه للقوانين. انت بتطالب بتطبيق القانون، تتحاسب الفيفا، يتحاسب الحكم، يتحاسب المسؤول عن الاحداث اللي حصلت ديت. وكمان الفيفا لازم تتحاسب لان هم طالبوا باعاده المباراه. وكان الفيفا المفروض تاخد الموقف ده، بس زي ما قلنا ان الفيفا اصلا مرتشية، ودي حاجة معروف عنها من سنة 34 لما خدت رشوة من إيطاليا 3500 مليون ليرة إيطالية، ومقابل إن هي تعمل المونديال هناك بدل ما يتعمل في السويد. واتعمل فعلا في إيطاليا. علاقتها بفرنسا قوية، هي عاملة جائزة الكرة الذهبية وكانت واخداها الفيفا هي اللي بتقدمها، وحصلت مشاكل بينهم وأصبحت فرنسا بول هي المستقلية بجائزة الكرة الذهبية. أول كاس عالم كان سنة 1930 استضافتها الأورغواي. الأورغواي دي دولة في أمريكا الجنوبية، وهي كانت أصلا مستعمرة أسبانية، وبعد حرب الاستقلال الأمريكية تم الحرب على المستعمرات الأسبانية ديت، وقالوا إن دي حرب استقلال برضه واتضمت لأمريكا الجنوبية. فدي دولة من دول أمريكا الجنوبية اللي بتعتمد على الزراعة وعلى المشي. كل أمريكا الجنوبية تعتمد على الزراعة وعلى تربية المشي. المونديال ده كان مشترك فيه حوالي 13 دولة. أول مونديال كانوا 7 منها من أمريكا الجنوبية، و4 من أوروبا، و2 من أمريكا الشمالية. لكن تحديد المكان ده كان سبب من أسباب عدم انضمام دول كتير، لأن التكلفة كانت غالية جدا بسبب نقل اللعيبة. وطبعا كل الدول دي كانت طالعة من حروب بتاعة الحرب العالمية الأولى، فكان الاقتصاد برضه مهزوز إلى حد ما داخل الدول دي. في النهاية حبوا يكبروا العدد بتاع كأس العالم دوت، فتم إقناع منتخب بلجيكا وفرنسا ورومانيا ويوغوسلافيا. عمل تاني بعديها ب4 سنين 1934 كانت اللي مقدمة عرض إن هي تستضيف المونديال كانت إيطاليا وكانت السويد. إيطاليا دفعت رشوة حوالي 3500 مليون ليرة إيطالية علشان تتعمل على الأراضي بتاعتها، وبالفعل اتعملت على الأراضي بتاعتها. في 38 اتعمل في فرنسا، وبعد ما اتعمل في فرنسا قعد حوالي 12 سنة ما يتعملش بسبب الحرب العالمية الثانية. فحاولت الفيفا ان هي تعوض الفترة ديت، حاولت تعمله في 42 و46 قصائد دورتين اللي هي 42 و46. وهم كانوا عايزين يعملوا عملية تعويض للفترة ديت. في 1950 كانوا بيدوروا على دولة تستضيف المونديال. قدمت البرازيل بطلب استضافة كأس العالم. البرازيل برضو دي في أمريكا الجنوبية، وكانوا هم هيعملوه 1949، بس البرازيل قالت لا خلوها 1950. بقى 1954 اتعمل في سويسرا، 1958 اتعمل في تشيلي، 1966 في انجلترا، 1970 في المكسيك، 1974 في ألمانيا الغربية، 1978 الأرجنتين، 1982 أسبانيا، 1986 المكسيك، 1990 إيطاليا، 1994 الولايات المتحدة الأمريكية، 1998 فرنسا، 2002 كوريا الجنوبية، 2006 ألمانيا. في 2010 كانت أول دولة أفريقية في قارة أفريقيا وهي جنوب أفريقيا. كانت دي منافسة ما بين مصر كانت عايزة تستضيف المونديال والمغرب، لكن هم اختاروا جنوب أفريقيا. المنتخب العربي الوحيد اللي كان بيشارك في كأس العالم كان المنتخب المصري 1934. انقطعت المشاركات طبعا فترة جمال عبد الناصر والكلام ده كله لحد 1970.
ومنذ عام 1978 لم تنقطع المشاركة. احنا عارفين ان جه 1970 كان أنور السادات، وبعد كده حرب أكتوبر في 73، فكده انقطع تاني المنتخب العربي الوحيد اللي هي مصر، لكن رجع تاني بعد اتفاقية السلام في 1978. كان على الأقل في مشاركة واحدة من فريق عربي، وأعتقد إن هو مصري يعني. في 2018 لما اتعمل في روسيا شارك فيه حوالي 4 فرق عربية، ودي كانت أول مرة يزيد عدد الفرق العربية عن فريق واحد. تكرر العدد دوت في كأس العالم 2022 في قطر. عامة ده ملخص لأحداث المنتديات العربية داخل كأس العالم، وبنشكر قطر على استضافتنا للمونديال وعلى أدائها الجيد وعلى الثقافة اللي ادتنا للأجانب والصورة المشرفة عن المسلمين وعن العرب. تابعونا على القناة، فعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة أول بأول. معكم صفاء خطاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.